مبروك الفوز. الاهلي فاز على فاركو في الدقيقة 97، بس فوز بطلوع الروح بصراحة بعد ما نشف دمنا. وفاركو بيلعب كورة عفى عليها الزمن، كورة دفاعية بحتة، وعمنا كولر بدأ العك بدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس امرا، دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. لو حضرتك اول مرة تشوفنا او اول مرة تتابعنا تكرم علينا باشتراك في القناة ولايك على الفيديو. والاهلي يفوز على فاركو ملك التسعين في الدقيقة 97، واول اوفر يتعامل صح في المباراة هو بتاع حسين الشحات لما شاف لعيبة النادي الاهلي متأخرين شوية عن لعيبة فاركو، بص بعينه حسين الشحات رفعها جابها، خدها برونو صافيو براسه اداها لمحمد شريف، محمد شريف جاب الجون بعد ما دمنا اتحرق قدام المباراة. وهي مباراة ولا يعني أسوأ من كده ما شفناش من النادي الأهلي مباريات، بس الحمد لله على الفوز. مبروك الفوز في الدقيقة 97. فاركو اللي ما راحش على محمد الشناوي غير بهجمتين أو بكورتين، كورة منهم في الدقيقة 36 جاب جون، وفي الدقيقة بلس 90 أو في الدقيقة 90 كانت هتيجي جون برضه من الركنية. ولكن الحمد لله ربنا ستر وأكرمنا وبرضه تصدرنا الدوري. ولكن خايف أنا من كولر واللي بيعمله في كل المباريات. بس قبل ما نتكلم على كولر ونروح لكولر، هنتكلم على شوية حاجات تخص النادي الأهلي مع التحكيم. يعني ايه حكم فاجر ما يديكش حقك في المباراة؟ صعب ان انت تعترض على حكم؟ هو في صعب يا عم قفشة ان انت تروح للحكم وتقول له اللاعب شدني من الفلنة، شدني ومصمم على الشد ووقعني، ولا منها فاول ولا منها انذار؟ يعني ايه هدف صحيح 100% ويتلغي بداعي التسلل من حامل الراية ومن الفار؟ تمام، يعني ايه؟ ولكن حتى الفار لما جاب الخطوط ملحقش يثبتها، جاب وطار علشان هو الهدف ما فيهوش اي اساسا اي حاجة ولا فيه اي عيب ولا اي قرار. الهدف صح 1000000% من غير اي اختيار. ده اللي عمله الفار. عذرا يا سادة. يعني ايه يبقى ليك ضربتين جزاء وما تعترضش عليهم؟ ضربة جزاء 100% شبيهة بكرة علي معلول في مباراة فيوتشر، بس الحكم مش هيديلك. الحكم الاهلي النهاردة ما بيلعبش فاركو اللي بيلعب بال11 ورا في منطقة الجزاء، ده الاهلي بيلعب كمان طاقم الحكام ومعاهم الفار. والله بجد يا ناس، الاهلي لو ما اعترضش ما اعرفش اللعيبه لا بتعترض ولا مجلس الاداره بيعترض ولا حد بيتكلم عن التحكيم. ده لو للزمالك كوره منهم بس شبيهه كان زمانهم دلوقتي قلعوه التيشيرت وخدوه وطاروا. والله لو لعبت الزمالك كانوا كلوا الحكم وكانوا قلعوه التيشيرت بس بسبب فجور التحكيم. كده الواحد ممكن يصدق كلام احمد حسام ميدو اللي كان من ايام ويتخاف عن النادي الاهلي ان ما ياخدش ولا بطولة في المحلي، باينة للاعمى. يعني لولا ربك كريم وكرمنا ربنا سبحانه وتعالى كرمك بفوز النادي الاهلي وكرم الاهلي بالفوز في بلس 90 كانت يعني لو الحكم مدينا 5 دقايق وقت بدل ضايع، مع ان فاركو في الشوط الاول لما حسب لنا 3 دقايق مضيعين بعد ما جابوا الجون، وقبل ما الاهلي يجيب الجون في الدقيقه 30 بتاع احمد عبد القادر الجون الحلو، فاركو مضيعين بتاع 7 دقايق. 3 مرات اللعيبه تنام وما تقومش. في الشوط الثاني لما ادانا 6 دقايق منهم بس في ال6 دقايق ضايعين 3 دقايق، اللعيبه تنام وحارس المرمى ينام، الفاول يقعدوا دقيقه ونص علشان يلعبوه.
طب هو في كده؟ هو في حكم هيدينا دلوقتي يعني فجور من كل النواحي؟ مفيش حكم. مفيش حكم على فكرة يا اهلي هيديك حقك، ولا منتظر ولا تنتظر من الحكم ولا تنتظر من الفار. العب بمجهودك. بس عمنا كولر بدأ العك بدري بدري. يعني ايه كل مباراة يغير 6 تغييرات؟ يعني ايه مباراة الاتحاد السكندري تبقى فايز 3-0، نهى الماتش ب 3-0، وتيجي في مباراة فيوتشر تشيل 6 وتحط 6 مكان ال6 ما كانوش بيلعبوا في مباراة الاتحاد، وترجع وتطلع متعادل، وقلنا معلش هيصلح من أخطائه. تيجي في مباراة فيوتشر تلعب 6، تيجي في مباراة النهاردة فاركو ده اللي هو أضعف فريق في الدوري بيلعب كرة السنة دي على فكرة. فاركو من أضعف الفرق اللي بتلعب كرة في الدوري. فاركو اللي انت فايز عليه 2-1. نفسي حد يقول لكولر ان مش كل مباراة تغير فيها 6 تغييرات. انت مش هتاخد جايزة لما يكتبوا المدير الفني للنادي الاهلي في خلال 10 مباريات لعب اكتر من 35 لاعب. ده مش تغيير ولا تجريب. انت المفروض تجرب في اول مباراتين 3 وتعتمد على الهيكل الاساسي، والتغييرات تبقى معروفه عندك. لكن انت بدري بدري تبدا العك كده ما ينفعش. كل مباراه هنقعد نحرق دمنا وبدري بدري ما ينفعش. 8 مباريات منهم 7 فوز، نديك الف تحيه وسلام. لكن باي اماره تلعب محمد هاني على والله ما اعرف. انا نفسي اعرف محمد هاني بيتلعبوا بناء على ايه؟ على حساب اكرم توفيق. طب لو كان مصاب هنقول ماشي، لو كان عنده ايقاف انذارات هنقول ماشي، لو كان لعب واجهاد وليه فتره بيلعب هنقول لكن ده ما لعبش 4 5 6 مباريات في الدوري، وكنا مريحين بقالنا شهر. يعني ايه تلعب اكرم محمد هاني على حساب اكرم توفيق؟ ده لما اكرم توفيق نزل احنا اللي جبنا الجون وحسين الشحات وتعادل شكل الملعب شويه. ده ما عندك علي معلول اللاعب الوحيد اللي عمل نص هجمات الفريق في الشوط الثاني لوحده. عندك ارجل لاعب كان النهارده في الملعب هو عمرو السوليه. عندك اليو ديانج ما لعبش ولا اي حاجه. بناء على ايه بتبدا بمحمد مجدي قفشه وهو ما عرفش يلمسها ولا عارف يعمل اي حاجه؟ ما عرفش يعمل اي كوره. محمد مجدي قفشه في النازل، والله في النازل. طول ما انت بتديله فرصه كده وبتلعبه اساسي لا هيلتحم ولا هيعمل فاولات ولا هيعرف يعدي ولا هيعرف يرقص ولا هيعرف يعمل اي حاجه. حرام عليك يا عم كولر، ما تتعبناش بدري بدري. ده احنا بعد الدوري قدامنا لسه الشهر اللي بعد الجاي ان شاء الله كأس العالم للأندية، واحنا يا دوبك اتعودنا على المركز الثالث فعاوزين نغير نوصل للنهائي. ايه يا عم، ظبط الفريق الله يرضى عليك. كده مش هينفع حد يقول لكولر كده اللي بتعمله في الفريق هيضيعنا وهيضيع النادي الاهلي معاك. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك على الفيديو، ويا رب يا رب في اللي جاي يكون النادي الاهلي احسن واحسن واحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.